مريم، يا اهلا وسهلا. ده ايه الشقه اللي ولا على البال دي؟ خطوه عزيزه يا حبيبتي، اتفضلي. جوزك رجع. احمد رجب هو مستني عندي في القهوه. انا كتبت عليه وقلت له اني ما نعرفش الالوان الجديد، وقلت له اني هنجيبه من واحده صاحبتي. حي، ده ايه الوقعه المنيله بنيله دي؟ هو عبد العال عندك جوه؟ لا لسه ما رجعش، بس على مجاي. وهتعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقول له على كل حاجه، وان يعني هنخاف منه؟ خلاص اني راجلي بقى عبد العال. يا دي عبد العال، انتي خلاص يا وليه مش قادره تستغني عنه. ده الراجل الوحيد اللي حبيته بجد يا مريم. يا وليه اختشي، عيب، انتي على ذمه راجل. وبعدين انتي كده بقى بتدي السكينه لحسب الله وبتقولي له اقطع لي رقبتي. حسب الله؟ وده دخله ايه؟ واطي يبعت فيكي بلاغ في الكراكون يقول انك عايشه مع راجل وانتي على ذمه راجل تاني. يا ندامه ونتحبس. ده مش بعيد يبعت فيكي بلاغ ويقول ان انتي ماشيه بيتك بطال. ده اني كنت ناكله لحم ونقرقش وعظم. لا 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 يا سكينه، بالهداوه. الحاجات دي عايزه الهداوه، وبطلي بقى فتحه الصدر دي. انت كده يا اختي وغوشتيني. طب شوري عليا يا مريم، نعمل ايه؟ ترجعي لجوزك يا وليه. شله يا جوزي بقى يروح ويغيب عليا بالخمس 6 اشهر وعاوزني نستناه. انا يا اختي برضو بني ادمه من لحم ودم. بس انت حره، روحي تفهمي معاه، خليه يطلقك وروحي اتجوزي سي عبد العال بتاعك ده. ما هو ده اللي انا قلته وما عجبش الست. الراجل يا اختي القهوجي اللي قدامنا بيعد علينا اللي داخل واللي خارج، هيقول ايه على التاني راخر؟ الله يخرب بيتك اكتر ما هو محروم. احمد، الحمد لله على السلامة يا احمد. ازيك يا حسب الله؟ وحشتوني قوي. يا راجل الغيبة الطويلة دي، ده انت رحت وقلت عدولي. اصل في ناس ولاد حرام لا مؤاخذة قالوا ان انت يعني اتكلت. اعوذ بالله، ده ظروف الحرب يا حسب الله، ماليش يد فيها. بس سيبك مني دلوقتي وقول لي الجماعة عاملين ايه؟ كلهم كويسين؟ الجماعة كانوا قلقانين عليك قوي، ما كانوش بيناموا. الحال من بعضه يا حسب الله. تصدق بايه؟ انا طول الليل والنهار ما بفكرش غير في سكينه، صورتها ما بتفارقش خيالي. بقول امتى هشوفها، ولما كان الضرب يشتد شويه اقول يا رب يا رب اشوفها مره واحده وبعد كده اموت. شوف ازاي اتاري القلوب عند بعضها، ده هي كمان كانت بتقول نفس الكلام. طب احنا هنفضل واقفين كده؟ ما يلا نخش بينا جوه بقى. لا لا روح انت، انا بس اصلي ورايا شويه مصالح كده هستقضيها واجي لك على طول. طب بالاذن يا حسب الله، بالاذن. لا مؤاخذة يا سي حسب الله، مين النطع اللي دخل جوه ده؟ ده شكله كده راجع من سفر. ده بلا قافية يعني، ده نسيبي يا اخو الجماعه، يعني كان في السلطه، غاب هناك بقاله شهور، وقلنا خلاص بقى مش راجع. وادي انت شايف طب علينا زي القضا المستعجل لاحم ولا دستور. قال قاعدين يكفيكوا شر الجايين. حلو المطرح ده، احسن من اللي قبله. اجرته كام ده؟ وحشتيني قوي يا سكينه. انا ما كنتش بنام طول الليل، كنت على طول بفكر فيكي. ايه ما بترديش ليه يا سكينه؟ بتقول ايه؟ ايه ده؟ ايه المقابله الساقعه اللي انت بتقابليني بيها دي؟ ايه في ايه؟ انا عايزك تطلقني يا احمد. اطلقك؟ ليه؟ أنا ما نقدرش على الحال ده. لا، ما انا خلاص مش ناوي اسافر تاني ابدا يا سكينه. بعد ايه؟ بعد الفاس ما جت في الراس؟ فاس ايه وراس ايه؟ ايه اللي حصل؟ فهميني. أنا معايا راجل تاني. راجل تاني؟ اتجوزت يا سكينه؟ يعني ايه؟ يعني هتتجوزي 2؟ ده انت كده تروحي في داهيه. ومين قالك اني اتجوزته؟ ده معايا، بيحبني وبنحبه، واسمه على كف ايدي. بس انا جوزك يا سكينه اللي بيحبك وبيخاف عليكي. ما احنا افتكرناك مت، في ناس قالوا لنا انك مت. اشمعنى المره دي؟ ما انا كل مره بغيب فيها بالشهور. اهو اللي حصل بقى. وانا ذنبي ايه؟ واني كمان ذنبي ايه؟ بس انت عارفه يا سكينه اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك. واني بنحب عبد العال وما نقدرش نستغنى عنه. انت لو سبتيني يا سكينه هموتك وهموت روحي معاكي. لا يا روح امك،
الكلام ده ما يتقاليش انا، ده ناكلك ونمضغك ونرميك من حنك لكلاب السكك. اصحى لنفسك وانت بتتكلم معايا يا احمد يا راجب. في يا سكين، ايه اللي حصل؟ احنا كنا عايشين مع بعض كويسين زي السمنه على العسل. بلا سمنه بلا عسل، ريح روحك، الكلام لا هيودي ولا هيجيب، وزي يا ابن الحلال ما دخلنا بالحلال نسيبه بعض بالحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عبعال عبعال، استنى يا عبعال، استنى. في ايه يا حسن؟ عاوزك في كلمتين. كلمتين ايه؟ كلمتين بس، تعالى معايا. تعالى. لا خير يا حسن الله. طب اطلب لنا 2 شاي عشان اعرف اقول لك كلمتين. 2 شاي بالشام. ايه الكلمتين اللي عايزني فيهم؟ سكينة جوزها رجع. سكينة؟ سكينة مين؟ هو لسه عايش؟ امال ايه حكاية انه مات؟ هو فين دلوقتي؟ يعني هيكون فين؟ في حضن مراته. مش السكينة توافق على كده؟ الله، شرع ربنا يا جدع. ايوه يا حسب الله، بس هي ما بتحبوش. طب تحب نعمل ايه دلوقتي؟ يطلقها ودلوقتي حالا. فرضا قلق او ركب دماغه، نعمله شوشره وجرصه. انت عايز تقول ايه؟ قول اللي عندك يا حسب الله. ما احنا مش عايزين فضايح. الراجل صاحب القهوه ده بيقعد عيني في وسط راسه للراحه والجاي، وموته وسمه انه يشوف عسكري بوليس. ده يعني شايفنا هنقوم نقتله؟ لا، انا غرضي نتفاهم احسن. انا قايل ان انت جوز سكينه، وقايل على جوزها ان اخوه، يبقى ايه العمل بقى دلوقتي؟ قول انت يا مرتب كل حاجه. تطلقها. نطلق مين؟ واني جوزتها عشان اطلقها؟ مش بقول لك الناس عارفه انك جوزها، يعني لما تخلع يعرفوا ان انت طلقتها. يا حسب الله يا حسب الله، يعني عايزني نخلع ونسيبه السكينه لجوزها ونقول له تعالى اتفضل خدها بالهنا والشفا؟ اسم الله عليك. وانت فاهم ان سكينه هتوافق يا حسب الله؟ سكينه بتحبني واني بنحبها. خلاص نعمله شوشره وتبقى جرصه وفضحتنا بجلاجل، والناس يقولوا علينا بنشتغل وفي المسخره. اسمع يا حسب الله، أنا عايزك تخش كده بصنعة لطافة، تطقص وتشوف ايه اللي بيجرى جوه. أنا كل اللي يهمني أعرف رأي سكينة الأول، عشان بعد كده نعرف هنعمل ايه. لا، مش هنسيب عبد العال، مش هنستغنى عن الراجل اللي بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه. هو اني كل يوم هنلاقي راجل زيه؟ وبعدها لك يا سكينه، الناس يقولوا علينا ايه؟ اني ما يهمنيش كلام الناس، يندعقوا الناس. اني كل اللي يهمني مزاجي، واني مزاجي بقى ويا عبد العال. وبعدها لك يا احمد، ما تخلصنا يا اخويا من الاشكال ده وتطلقها، وهو قدر ولطف الناس كلها فاكرين ان عبد العال هو جوزها. ابريها يا اخويا. لا، انا مش هطلق، دي مراتي شرعي وقانوني. واني مش هنعاشرك بعد النهارده، انت خلاص مت واندفنت واخدت فيك العزا كمان. انا لسه قدامك اهو، لسه عايش وفيا الروح. يا راجل اختشي بقى وخلي عندك دم. ازاي تقبل على روحك تعيش مع واحده بتقولك اني خلاص ما بنحبكش، مش طايقاك، اني بنحب عبد العال؟ مش وريتك قبل كده كاتبه ايه على ايدي؟ اهو شوف تاني.